السلام عليكم، صباح الورد والفل والياسمين. عاملين ايه يا حبايبي؟ والله العظيم وحشتوني جدا بجد. ربنا يخليكم ليا والله على تعليقاتكم الحلوه وعلى التفاعل بتاعكم الجميل ده. تسلموا لي، ما نحرمش منكم ابدا. بصوا بقى، وصفتنا النهارده حلوه خالص، ونخش عليها ونسمي الله كده ونصلي على افضل خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا معايا، بصلايه مبشوره على حسب كميه اللحمه اللي هتعمليها. هنعمل لحمه مفرومه طعمها حلوه جدا وتنفع في كل حاجه. معلقه هريسه، فصين توم، آه، البصلة المبشورة أو مضروبة في الكبة على حسب ما انت بتحبي، معلقتين دقيق، فلفل أسمر. تمام كده. ممكن تستغني عن لو عصرت البصلة شيل الدقيق. ما عصرتش البصلة حطيتها بتفلة، فما دي معلقة بس عشان تمتص السوائل بتاعتنا. وهنحط البهارات بتاعتنا: فلفل أسمر، وبصل بودرة، وتوم باودر، وقرفة، 7 بهارات، بابريكا، عايزه تحطي حبهان مطحون، عايزه تحطي قرنفل، عايزه تحطي كبابه صيني مطحونه. اي بهارات مطحونه عندك انت بتحبيها طعمها في اللحمه المفرومه حطيها. اي حاجه في الدنيا، جوز الطيب، اي حاجه بتحبيها حطيها. تمام كده. والملح بتاعنا طبعا ما ننساهوش، ونحدق كده ايه يعني، نخلي الحاجه كده حدقها حلو الخضار واللحمه بتاعتنا. تمام. وهنهرس بقى اللحمه بالمعلقه الدقيق بكل حاجه حطيناها. ممكن تحطي قرن فلفل. والطماطم دي ممكن تشيليها، دي طماطم مجففه انا كنت عاملاها، بوريها لكم بعد كده عاملاها ازاي. سهل خالص، بس بتدي تسكيره كده في اللحم. تمام. بدل ما نحط طماطم مبشوره، معانا بيض مسلوق مرشش عليه رشه ملح ورشه فلفل او كمون على حسب بس يعني خليها ايه، كمون وملح الاتنين. رشه صغيره خالص من كل نوع كده عشان يبقى البيض بتاعنا حادق وطعمه حلو كده، ميبقاش دلع. اللحمه بتاعتك بقى بصوا يعني ايه، افردي. لو انت عايزه مش بتعرفي تفرديها كده او تعرفي تعمليها كده، تجيبي كيسين 2 نايلون او ورقتين زبدة، وتفردي ما بينهم. تفردي العجينة، تحطيهم فوق بعض، تحطي العجينة ما بينهم، وتروحي ايه رقاها على حسب ما انت عايزة السمك بتاعها. وتحطي البيضة بتاعتك وتقفليها بنفس الحاجة اللي انت عاملة بيها. يعني لو نايلون او ستريتش هيكون اسهل لك خالص طبعا، يعني هتتلم معاكي بسرعة. تلميها، بصي كرة حلوة متماسكة جميلة جدا. كمية بتعمل كمية حلوة قوي. وبصوا يعني ما اقولكوش، يعني شكلها بيبقى حلو جدا. وممكن ترص البيض لو عندك قالب، تحط نص اللحمة وترص البيض بتاعك في النص، وبعدين تروح حاطه النص التاني فوقيه وتقفلي كويس برضو. بس تضغطي عليه حلو قوي عشان لما يستوي معاكي يبقى زي اللوف كده. اللوف، عارفين اللوف اللي هو بيبقى زي صينية وبتسوي فيها اللحمة المفرومة، بتحطي فيها خضار، بتحطي فيها جبنة موتزاريلا، بتحطي فيها بيض، اي حاجة انت بتحبيها. وبتطلعيها تسويها في الفرن، وبتطلعيها بقى تقلبيها وبتقطعيها كده، بتبقى شكلها حلو قوي برضو. هبقى اعملها لكم في مره كمان ان شاء الله، يعني بيبقى شكلها حلو جدا. تمام. شايفين مع بعض بقى عملناهم كلهم اهوت، واللي هيفيض برضو هنصبحهم وهنحطهم ونعملهم عادي خالص. تمام. شايف يعني الحاجات بيتلعب بيها عادي خالص، ما تبصوش غمضوا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. تمام. بابريكا برضو نفس البهارات تقريبا اللي احنا حطيناها في اللحمه هنحطها دلوقتي. ونحط معلقتين دقيق، وننزل عليهم بالميه زي ما بتعملي كده الايه. شفت الكنتاكي؟ لما نيجي نعمل كنتاكي، عملنا من كنتاكي مع بعض. حبه التوابل والدقيق بتاعنا، وننزل بميه او بلبن على حسب اللي عندك. حبه صغيرين كده على يعني ايه، تخلي العجينه بتاعتك ايه، تقيله. مش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، مش تقيله قوي يعني وسط. فاهمه اللي هو ايه؟ تشيل يا جماعه، عايزاها تشيل. تغلف لي الحاجه كده وتشيل. انا مش بحب البيض قوي بما اننا حاطين بيض يعني في النص، مش حابه ازود البيض. يعني طبعا انتوا عارفين البيض غالي اليومين دولت. تمام. فخلينا كده ايه في الدقيق، دقيق والميه والبهارات بتاعتنا، اي بهارات انت بتحبيها، وتنزلي لحد ما ايه يبقى عجينه متماسكه شويه معاكي، بحيث ان انت لما تحطي في قلبها اي حاجه تغلفها لك. ممكن نستغنى عن الخطوه دي خالص، ونحط ايه، شويه بيضتين مع لبن. وتنزلي في الدقيق، ومن الدقيق للبيض، ومن البيض للبصمات. تمام كده. او من الدقيق للدقيق تاني، من الدقيق للبيض، ومن البيض للدقيق. يعني الكفر الاخير ده يا بصمات يا دقيق على حسب ما انت بتحبه. تبقى بني زي البانيه كده. تمام. دي انا حبيتها ايه يعني، دوبك حاجه بس تغلفها لي كده. وشيلها حطها في الدقيق تاني. دي ما فيهوش اي حاجه. ممكن تتبليه برضو زي ما انت متبله، وممكن تسيبيه زي ما هو عادي. نطلعها بقى كده بايد، ونحط في الدقيق بالايد التانية، ونغلفها كويس قوي. ونطلعها بقى. بصي، عندك اختيارات. ممكن بدل ما تحطيها خالص في اي حاجه من دي، بعد ما خلصناها
تعملي لها كفر زي البانيه وترشي على رشه زيت من بره وتحطيها في الفرن، او من غير كفر خالص خالص خالص، البيض باللحمه بس، وتحطيه في قلب الفرن في قلب صينيه ويستوي معاك ويطلع محمر. انا عملته معاكم مره في اول ما عملت القناه وكان حلو جدا 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 برضو. تمام، احنا عملناه مره في الفرن، هنقليه بقى مع بعض دلوقتي. هنطلعه من العجينه ديت. لولا بتلعب يا جماعه، عادي عادي. تمام، فهنطلعه من العجينه دي، او من اللي احنا عاملينه دوت، ونطلعه نحطه في الدقيق. زي ما قلت لك ممكن برضو تطلعيه من هنا تحطيه في بصمات، على حسب ما انت بتحبه. انا مش بحب البصمات، او مش عارفه يعني. بصوا على حسب اللي انتوا عايزينه او اللي انتوا بتحبوه او اللي في البيت بيحبوه، على حسب ما هما بيحبوا ايه اعمله لهم. يعني لو بيحبوا بيحبوا البصمات اعملهم في بصمات، بيبقى شكله حلو جدا جدا بصراحه، شكله احلى من اللي في الدقيق. بس كطعم انا مش عارفه بستصاغ اللي هو في الدقيق ده. طبعا كل واحد على حسب يعني. ودي برضو ممكن نقليها زي ما هي من غير اي حاجه خالص. بس انا قلت يعني ايه، بما اننا عاملين كده هنعمل كله زي بعضه وخلاص. تمام، وهنقلي معاه بطاطس. دي البطاطس الرفيعه اللي انا عملتها قبل كده وقلت هبقى اعرفكم. بطاطس قشرناها عادي خالص وبقطعها على حسب ما انت عايزه، بالطول او بالعرض. المهم بعد ما بتقطعيها بترصيها كده، شايفين، على القطاعه او على اي حاجه انت بتقطعي عليها، وتنزلي بقى بالسكينه رفيع خالص، بس حاسبي ايدك. لو مش بتعرفي تعملي كده قطعيها واحده واحده. بتعرفي ماشي تمام. شايفين، بنقطعها بقى كده بالراحه خالص، وحاسبوا ايديكم، اهم حاجه حاسبوا ايديكم. لو عندك شباسه وقطعه بتقطع رفيع قطعي بيها تمام، مفيش اي مشكله. ما عندك ايشي، شايفين سهله خالص، ما بتاخدش اي وقت والله العظيم، بتبقى مقرمشه وجميله جدا، بتبقى حلوه قوي، بيحبوها قوي قوي جنب الاكل اكتر من البطاطس العاديه اللي هي التخينه شويه يعني، او المحمله شويه. شايفين، بتبقى مقرمشه كده، بتغني عن الشيبسي بقى وبنحط عليها حبه بعد ما اغسلها بحط عليها شويه خل صغيرين وشويه ملح واسيبها شويه وبعدين اقليها. بتبقى حمرا خالص ومقرمشه جدا جدا جدا، احلى من الشيبسي كمان. تمام، هنغسلها كويس برضو بعد ما نقطعها مره واتنين، ونحط عليها ملح وخل. هنا الزيت بتاعنا قرب يسخن، ونحطها بقى. بس يعني مش لازم زيت غزير قوي، عادي يعني، مش فارقه، احنا كده كده هنقلبها اصلا، وهي مش من الحاجات الخفيفه يعني اللي هتعوم فوق الزيت ولا حاجه، لا خالص. تمام كده، نسيبها بقى لحد ما تاخد لون حلو قوي معانا، ونطلعها ونقلبها على اليمه التانيه. بس اهم حاجه نتاكد انها خدت لون. لو ما خدتش لون اوعي تقلبيها ولا تيجي جنبها، عشان هي طبعا اللحمه من بره وكده هتبقى مفعصه معاكي. شايفين البطاطس بقت مقرمشه وعامله ازاي؟ بس الكاميرا مغمقه شويه، وبهارات البطاطس برده مغمقه شويتين. حطينا عليها بهارات بطاطس وبس. شكلها حلو وطعمها حلو جدا، بيحبوها قوي كده. شايفين بقى طلعت معانا شكلها عامل ازاي؟ لو بالبصمات هتحطي على بصمات في الكفر بتاعك في المره الاخيره بعد الدقيق او العجينه او البيض، بعد اي حاجه تحطيها في بصمات، هتبقى حلوه جدا جدا جدا. بصوا دي فاتحه ودي غامقه، ليه بقى؟ لان اللي في البيض طبعا يعني كبيره، تمام، فسبتها وقت اطول فلازم تحمر. وبعدين الطماطم اللي فيها برضو مديها لون جامد. شكلها حلو قوي، اللي يشوفها كده ما يفكرش انها كده يعني، ما يفكرش انها طعمها كده، اللي يشوف شكلها ما يفكرش طعمها كده. لحمه مفرومه او كفته وفي قلبها بيض مسلوق، يعني شكلها حلو جدا وحلو قوي، وتنفع في العزومات. يعني لو هتعملي عزومه وتعملي جنبها حبه مكرونه مثلا وحبه سلطه وكيس شيبسي هتنفع وهتبقى حلوه جدا، والاولاد بالذات هيفرحوا بيها قوي قوي قوي. شايفين تحفه ازاي؟ والتانية الاخرى اللي احنا فتحناها جميله هي جنبها، اللي هي لينها الصوابع الصغيره ديت. ممكن تعينيها في الفريزر تعملي بها اي حاجه تانية، بس انا ما يعني ايه، قلت مش مشكله بقى يعني، كله مع بعضه وخلاص. متنسوش بقى لايك والشير، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.